السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار التفاعل القانوني مع موقع يوم الأحد الماضي بخصوص إجراء مقابلة نصف النهائي ما بين فريق اتحاد العاصمة الجزائري وفريق نهضة بركان المغربي، وهي المقابلة اللي عندها علاقة بمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكنعرفوا بأن هذه المقابلة عرفت مجموعة من التطورات التي أدت إلى إلغائها. بطبيعة الحال كنت درت واحد جوج فيديوهات عندهم علاقة بوقائع القضية وعندهم علاقة بالإطار القانوني، إذن على إطار المستجدات اللي وقعت وعلى إطار كذلك ومن أجل التفاعل مع مجموعة من التعاليق ديال الإخوة المشاهدين والمتتبعين سواء المغاربة أو الجزائريين. كان لابد أننا ندير هذا الفيديو أو لا هذا المباشر. كما كنعرفوا كما قلت في الأول بأن بطبيعة الحال هذه المقابلة كان لابد من الكاف من الاتحاد الإفريقي يتخذ موقف بخصوص ما جرى. بطبيعة الحال اتخاذ موقف ينبغي أن يتم في إطار قوانين منظمة للعبة سواء داخل القارة الإفريقية أو القوانين العامة اللي عندها علاقة بالفيفا. وقلنا بأنه راه السلطات الجزائرية ارتكبت خطأ كبير جدا بأنها دخلت الجانب السياسي والجانب الإداري في لعبة اللي هي لعبة كرة القدم، واللي المفروض كان عليها أن تتعامل مع هذه الواقعة وهذه المقابلة في إطار القانون، يعني أنها تستعمل الدفوع والتعرضات والإجراءات القانونية اللي عندها علاقة بتنظيم هذه المسابقة أو اللوائح اللي توضعات من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باش ينظم هذه المسابقة ديال كأس الكونفدرالية الإفريقية. وكنا قلنا بأن هذه البدال اللي استعملت في هذه المسابقة من طرف مختلف الفروق اللي شاركت في المقابلة راه تم اعتمادها من طرف الكاف وفق القانون وفق اللوائح ديال تنظيم مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بمعنى أن هذا التوني ولا هذه البدلة المفروض أنها حصلت على اعتماد ديال أو المصادقة أو الموافقة ديال الكاف. إذن السلطات الجزائرية اتخذت إجراءات إدارية ومنعت أو حجزات لبدال فريق نهضة بركان، وتوصلات الاتحادية الجزائرية وكذلك فريق اتحاد العاصمة ولا السلطات الجزائرية بمراسلة تأكدوا فيها بأن فريق نهضة بركان من حقهم أنهم يلعبوا بهذا التوني لأنهم حصلوا على المصادقة والموافقة ديال الكاف منذ بداية المسابقة. إذن بطبيعة الحال السلطات الجزائرية تمسكت بالموقف ديالها وتم الإعلان عدم إجراء المقابلة وفق التقارير ديال الكاف ديال مندوب المقابلة وكذلك حكام المباراة. إذن هذه بطبيعة الحال المفروض أن هذه الواقعة تحال على الجهات المختصة كما جاء في التقرير باش يمكن تاخذ القرار ديالها. إذا كنا كنتسناو أن الكاف بطبيعة الحال تاخذ إجراءات قانونية اللي المفروض أنها ما طلبت أي فريق سواء كان نهضة بركان ولا اتحاد العاصمة، ونشوفوا الأسباب اللي على أساسها أن ما تجرتش المقابلة وترتيب الأطر القانونية. بطبيعة الحال أن كان على المستوى القانوني كان متوقع أن تنهزم أو ينهزم اتحاد العاصمة. لماذا؟ لأنه هناك خرق قانوني وهناك عدم استجابة إلى توجيه أو المراسلة الكاف أو الاتحاد الإفريقي طبقا للقانون، لأنه عوض أن دير كما كنقولوا في المغرب ولا في المغرب العربي شرعي يديك كان عليك أنك تلجأ إلى الإجراءات القانونية. فإذا كان هذا التوني بالفعل فيه ما يخالف القوانين الأنظمة المفروض أنه يتم التعرض عليه أمام الحكم، والحكم من طبيعة الحال هو اللي غيتاخذ القرار ديالو، وبناء على القرار ديالو يمكن دير الإجراءات القانونية الموالية منها الطعن أمام الاتحاد لجنة الاتحاد الإفريقي، ومن بعد ذلك الطعن أمام محكمة الطاس أو محكمة التحكيم الرياضية اللي وفق القوانين ديال الفيفا وفق القوانين ديال الاتحاد الإفريقي. إذن رغم أن هناك ما يسمى بنوع من البعد السياسي اللي مبني على الحفاظ على مكونات
الاتحاد الافريقي لكرة القدم، يعني كل الدول، يعني كتدخل فيها شويه ديال السياسه، ولكن في نفس الوقت انه لابد من نوع من الصرامه في تنزيل القانون الا بغينا نحافظوا على اللعبه في القاره الافريقيه. اذا قرار ديال الاتحاد الافريقي كان لا يمكن ان يتناقض، لانه من المفروض انه يتمسك باللائحه والقانون المنظم للمسابقه، ومن المفروض ان تحترم قانون المنظم للمسابقه، وعلى المتضرر اللجوء الى المؤسسات القانونيه المعنيه بالفصل في هذا النوع من النزاعات، اللي هي نزاعات عاديه جدا يمكن ان توقع في اغلب المسابقات واغلب القرارات اللي عندها علاقه سواء فيما يخص الجانب اللاعبين، تسجيل اللاعبين، او استعمال مثلا بعض الاشياء اللي عندها علاقه بالتحكيم، مثلا قرارات ديال التحكيم اللي يمكن ننازع فيها، او مثلا عدم احترام الطريقه ديال التجهيز او لا شروط الاجراء المقابله، كلها تقريبا يمكن ان تطرح اشكاليات وكاين خص تحلها بالطرق القانونيه ماشي بالطرق السياسيه. لان للاسف الشديد مع احترامي للاخوه في الجزائر، راه الذي قام بتسييس هذه المقابله هو الفعل ديال السلطات الجزائريه. لا ما كنقولش على اتحاد العاصمه، ربما اتحاد العاصمه الان ضحيه، مع احترام الاخوان في اتحاد العاصمه، راه اتحاد العاصمه ربما ضحيه لهذا. كان على السلطات الجزائريه تخلي المقابلات تم بشكل قانوني، وبطبيعه الحال اذا كان هناك اجراءات معينه ولا فيها بالنسبه لهم هما ما يخالف مقتضيات الماده 4 من قانون الفيفا، فيمكن ان نلجا بطبيعه الحال الى الاجراءات القانونيه. ولكن باش تقوم بعمليه منع مثلا فريق سميتيني من استعمال بدال اللي هو محصل على الترخيص عليها، فالاكيد ان هذا يشكل في حد ذاته مخالفه او خلاف للقانون المنظم للمسابقه اللي هي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. إذا أظن أن المهمة ديال المؤسسات القانونية المنظمة للعبة لكرة القدم، سواء داخل الفيفا ولا داخل الكاف ولا حتى على مستوى التحكيم، سميتو الطاس، محكمة التحكيم الرياضي اللي المفروض أن كينظمها نص قانوني معين، الهدف ديالو هو البت مدى احترام الإجراءات القانونية من عدمه. إذا فالآن النزاع اللي المفروض أن إذا غتعرض على محكمة الطاس، المفروض أن تشوف هذا القرار المتخذ من طرف الكاف هل فيه المشروعية، بمعنى أنه احترم القانون أم أنه في مخالفة للقانون. إذا ربما حتى هذا النوع من الدعوة راه هي دعوة عينية، يعني أن كتكون المخاصمة للقرار أكثر من المخاصمة للمستفيد من القرار. إذا فالخصام الآن ما بين الاتحادية الجزائرية وما بين الكاف، لأن بطبيعة الحال الكاف المفروض أن خدت الموقف ديالها واعتبرت بأنه اللعب، أن فريق نهضة بركان من حقه أن غيلعب بهذا الفريق بهذا البدلة بهذا التوني، لأنه من المفروض أن أعطته الترخيص وما يمكنش تناقض، لأنه لو كان بالفعل في هذا التوني ما يخالف أو فيه وعد سياسي بين قوسين أو ما يخالف القوانين والأنظمة، ما كانش ممكن تعطيه الترخيص وتلعب به هذه المسابقات، هذه المقابلات كلها السابقه ديال اللي في اطار هذه كاس الكونفدراليه. اذا الاصل مادام انه حصل على الترخيص، مادام ان هذا التوني بكليته، يعني ان في جميع الاشياء الموجوده فيه سواء من حيث اللون او من حيث العلم المغربي او من حيث الخريطه المغربيه او من حيث الاسم اللوغو ديال الشركه المنتجه للقميص او غيرها من الاشهار اللي تم الاتفاق عليه الشركات المحتضنه او الاستشاره مثل شركه الشاي حميس. اذا فهي حصلت على الموافقه ديال او المصادقه ديال الكونفدراليه. اذا بطبيعه الحال ما يمكنش انه من بعد تجي في اطار قرار سياسي وتمنع فريق انه يستعمل توني وادوات اللي هو اصلا حاصل فيها الترخيص من طرف المشرف على المسابقه اللي هو الاتحاد الافريقي والكاف، اللي هو المفروض منظم لكأس الكونفدرالية الإفريقية. وهذا التنظيم لكأس الكونفدرالية الإفريقية جاء ووضع قانون معين، وهذا القانون المعين المفروض أن نحدد فيه جميع الشروط الواجب توفرها في هذه المسابقة، واللي المفروض أنه الأندية اللي غتشارك في هذه المسابقة تحترم هذه الشروط. إذا كنظن أنه حتى على مستوى محكمة الطاس كما قلت في الفيديوهات السابقة، حتى على مستوى محكمة الطاس فمراقبتها القرار
مبني على أساس هل هذا القرار كيحترم القوانين أم أنه في خلق قوانين. هذه هي الوظيفة ديال محكمة التحكيم الرياضي. إذا على الرغم من أن هناك مجموعة من الأحكام اللي صدرت اللي عندها علاقة بالجانب الحقوقي اللي يمكن تعطي فيها ملاحظات، ولكن على مستوى مدى مشروعية هذا القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي فهو رهين بمدى احترامه للقوانين، وخاصة اللائحة أو القانون، لائحة الشروط المنظمة لمسابقات كأس الكونفدرالية الإفريقية، كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. إذا كنظن أن الملف في اتجاه أنه للأسف الشديد سميتو السلطات الجزائرية لم تكن موفقة، والضحية الحقيقية اللي في هذا الملف هو اتحاد العاصمة اللي كان المفروض أنه يلعب مقابلة في كرة القدم مع شقيقه فريق نهضة بركان، وكما تقول الفرنسيين ميور غان، الأحسن هو اللي المفروض يفوز، ونشوفوا حتى حنا مقابلة في كرة القدم ما بين فروق شقيقة اللي هي الفروق المغاربية. ونتمنى أن تكون هذه سحابة صيف، هذا من جهة، ومن جهة ثانية أنها تكون درس بالنسبة للتنظيم واحترام القانون، واعتبار بأن الهدف من المقابلات أو الرياضة هو خلق التواصل، ماشي نوع من المشاحنات اللي المفروض أنها لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن الجزائر، صوت الجزائر تيقولوا بأنهم أصلا غير معنيين بالنزاع في الصحراء. فغالبا كنسمعوا بأن الإخوان تيقولوا بأن احنا النزاع ما معنيينش به، ولكن ملي كتشوفوا الأفعال من هذا النوع كتلقاو بأنهم بالفعل في سميتي داخل صح التعبير هما أساس ديال النزاع. إذا هذه مجرد دردشة عندها علاقة بهذا ما جرى إلى حد الآن في المسابقة، ونتمنوا أن نشوفوا المقابلات الإياب في الأحد المقبل ما بين الفريقين، ونتمنوا الانتصار للأحسن. وشكرا لكم على المتابعة.